ونقول هلو هلو في بودكاست درايفنج جيرل. انا هبه جابر، ريهام مصطفى. احنا على الطريق وحبينا نشارككم كل الاسئله واحنا ماشيين. تمام. يلا اول سؤال، هتعلم السواقه هتعلم السواقه عشان اخد حريتي كده يا جماعه، وما بقاش متقيده بقى باوبر ولا مش اوبر ولا حد بقى لازم يوصلني وكده. صراحه حريه انطلاقه. وبعدين يعني انا كواحده كمان وكده، العربيه دي بقت حاجه ضروريه جدا بالنسبه لي يعني. بدل ما انا متشحططه في الاوبر ومش عارفه كل حاجه وانزل. بالظبط احنا ممكن نخرج في العربيه، بس هي الخروجه بتاعتنا في العربيه يعني. مش محتاجين نعمل اي حاجه تاني. انا شايفه ان السواقه دي لا حاجه جميله، ولازم اي ست والله تتعلم وما تسمعش كلام حد يقول لها الستات ما بيعرفوش يسوقوا وما بيعملوش. لا سيبكم منهم والله. لا مبهدلنا احنا على الاقل نمشي في حارتنا، هم اللي ما بيعرفوش يسوقوا. مبهدلنا. لا مفيش ستات بتسوق، ما سايقه زي الفل. بتكلمني أيوة ومن شويه كانت بتتكلم في التليفون على فكره. تمام. لا وماشيين في حته زحمه جدا، ماشيين في شارع ابو قير اللي هو شارع مشير يعني. طالعين على سيدي جابر. بالظبط. فاللي هو يعني ايه، الموضوع صعب. الموضوع صعب جدا. بس هي مركزه، هي الفكره كلها هو الموضوع صعب بس هي مركزه. أيوة. هي حابه تسوق. بالظبط. هي فرق ان هي حابه تسوق، مش عايزه. أيوة. او مش مضطره. هي مش عايزه ومش مضطره. لا لو حد مجبر ما يسوقش اصلا يعني، بجد. هو اللي يسوق اللي عايز، اللي بيحب. اسمها النصايح. اديهم اللي بيسوق اللي عايز يسوق. العالي. بالظبط. اللي يسوق اللي عايز يسوق، لكن غير كده المجبر ده ما يا جماعه ما يسوقش يعني. ايه ربنا بقى كده ايه سهلها له. اقترح عليهم بقى اول سيشن ينزلوا يسوقوا، يعني مثلا يعني يروحوا عند حد معين، ولا يروحوا عند حد كفاءه، ولا يروحوا عند حد هم اصلا يروحوا عند هبه بس كده على طول كده عندهم. ولا بقى لسه هنقول حد كفاءه ومش حد كفاءه، احنا هنروح عند هبه يا جماعه. طب يروحوا عند هبه ليه؟ طيب تفتكري انا ايه اللي عندي مش عند غيري؟ لا بص، انا اتعلمت قبل كده سواقه مع حد يعني وكده، كانت كويسه برضو والله. بس لا هبه بجد بتدي بضمير، بتدي كل حاجه، بتدي يعني السواقه حقها، تخليكي تعملي كل حاجه في الحصه. بتخليكي كمان مش اللي هو ساعه وتقلبك، اللي انت وقت اللي انت عايزاه عشان تديكي حقك بجد. تمام. ويعني اللي هو ايه، تبقى فاضيالك وفايقالك وكل حاجه، مش بقى اللي هو يلا شقلب واقلب. لا بجد والله يعني. غير ان احنا بنبقى فريندلي جدا. ايوه جدا وصحاب بجد جداً. والله انا قاعده بتكلم معاه بنحكي في حياتنا، عرفنا خلاص قصه حياه بعض. ده فعليا يعني بجد. طيب السؤال اللي بعد كده عايزين نعرف منك ايه الاخطاء اللي واجهتك من ساعه ما ركبتي معايا لحد وقتنا هذا؟ ايه اللي راح منها وايه اللي لسه وايه اللي نص؟ عايزين نتكلم في الحتت دي. لفه الدركسيون دي كانت بالنسبه لي عندها في لعنه يعني. كنت بجد مش بعرف الف الدركسيون قد ايه، ولا في الدخلات قد ايه وكده. دي بالنسبه لي كانت يعني بجد يعني حاجه انت علمتيها لي كويس جدا. تمام. وطبعا الركنه برضه علمتها لي بطريقه اللي هو اكننا بناكل بالشوكه والسكينه كده. عادي جدا، مفيش اي حاجه. بص هي اللي واخده بالها من الطريق وانا اللي عماله اسجل. يعني انتوا واخدين بالكم هي بتعمل معايا ايه؟ بتعمل معايا احلى واجب. شفتوا عامله معايا الصح كله. ايوه. فبالتالي انا برضه مش هسيبها. ايوه. عامله معايا الصح اللي اكتر. اللي هو خدي بالك بقى، خدي بالك عشان في حمير بيعدوا من جنبنا كده. معلش يا جماعه، بس بجد في حاجات غريبه في السواقه، بس هي صراحه بتخليكي كده متركزه. مش ما بتخليكيش ابدا بقى تقعد تقول لك ايه الغلط ده وايه اللي عملتيه ده وكده. بزعق انا في الحصه خالص. بالعكس بجد، على كل حاجه بتاخديها بهدوء. لا بجد يعني يا جماعه مع هبه على طول قوي بقى يعني ايه على الدغري كده. بجد انا مبسوطه جدا والله اني اتعرفتها يعني كشخصيه وكبقى يعني بعد كده السواقه كمان. لاف يو بجد انا كنت يعني بتعلم مع حد قبلها وكنت حاسه ان انا متوتره كده، بس بجد لا يعني هي ما شاء الله عليها خلتني على الاقل اللي هو ايه يعني، لا انا مش خايفه وممكن حتى اطلع لوحدي وكده. طلعنا طريق بعد قد ايه يعني؟ اصلا طلعنا شارع ابو قير ده بعد قد ايه؟ طلعنا من اول مره، من اول يوم بجد. من اول يوم هي اللي بتقول ايه، من اول يوم هي طلعتها شارع ابو قير. شارع ابو قير يعني زحمتها بالظبط. هي لكن فكرت انا هتكلم بقى وهناخد حصه. ايوه نقعد حصه بقى نتعرف كده. نتعرف نظري وده العملي. لا هو من اول يوم يوم نزلنا شارع ابو قير على طول، مفيش. لا بصراحه تسلم ايدك. وبعدين كمان غير كده هي مساعداني. هو مش اي حد بنزله طبعا شارع ابو قير من اول مره، بس هي مساعداني. هي اصلا حد متقبل جدا، حد عنده استعداد جدا، حد شاطر من الاخر. هي عطياني، هي عندها ثبات. ممكن كان عندها غلطات ايا كان، بس عندها ثبات وعندها استجابه وعندها رد فعل سريع، ده يخلينا نطلع بسرعه. تمام. غير كده هقول لك انت اللي بتعطل نفسك مش انا يعني. ما تلومش ما ترميش كل احمالك وكل اخطائك عليا. تمام. صح. مشكلتك انت اللي بتحلها. انا هساعدك وانت تساعدني، ما ينفعش انا بس. تمام. ريهام ساعدتني بصراحه، كانت عندها حماس وعزيمه، ما كانتش مكلبشه
بصراحه كانت فكه، أيوة. عايز تنجز، عايز تعمل، والله. عايز توصل، عايز تتميز، هي عايزة مش عايز تسوق. تسوق بس. لا لا هي عايزة مش عايز تسوق بس، لا دي عايزه تسوق الصح عشان لما تنزل الناس اللي بيكلكسوا في الشارع دول وريهم بقى، تعالى لي انت وهو بقى. هتظبطهم. انا قلقان على الناس والله أيوة منها. والله. انتظرني، لا، ده انا جايه لكم والله. جايه لكم، انا جايه لكم من المستقبل. ايوه. حبيبتي والله هبه بجد، بس انا مبسوطه جدا والله. يعني انا عايزه، عارفه لو عايزين نكمل كورس السواقه على طول نفضل ننزل مع بعض انا وانت، مش لا، مهم احنا السواقه. هننزل كده كده. ده كده كده يعني. ايوه بس هننزل بقى ايه عادي بقى، خلاص أيوة. مفيش تريننج بقى، خلاص ايوه ننزل صحاب بقى. فاني. انا اقعد بجد. هنا ماليش دعوه أيوة. ماليش دعوه بدريكسيون، هي اللي عربيتها، انا راكبه ضيفه. بالظبط يا جماعه، ماليش دعوه. حد بيتكلم. قولي حاجه بقى يا ريهام للناس البيجنر اللي هم بيبقوا خايفين اصلا، خايفين يبداوا، هم هو خايفين من ان الخوف هم ده سمعوا بجد. سمعوا. لا بجد انتوا لازم تجربوا بنفسكم. السماع، الحاجات السمعيه دي كلنا بنبقى شايفين الحاجه كبيره قوي، بس لما نيجي نجربها بتبقى تطلع حاجه اصلا يعني بسيطه. السواقه مش في الاول مره مش تبقى بالنسبه لك اسهل حاجه، بس هي سهله فعلا. هي محتاجه بس ممارسه، ومحتاجه شويه كده رولز، هي هبه هتظبطكم فيها، وهبه كمان مش بتوتر الواحد فهتمتص توترك قوي بقى. وكده كده هي معاكي، حصل اي حاجه هي بتشد الهاند بريك وتظبط، يعني اللي هو ايه، ما تخافيش بس سوقي. يعني انت مش هتتوتري، بس انا في الاخر انا اللي باخد كل هي ده على عندي. فكره انا محتاجه الجرأه بس، جو اهيد على طول. لكن ان انا بقى اقعد اقول اصل سمعت ان الناس بتقول السواقه، لا ما حدش، هو الناس اللي بتقول اصلا بتقول السواقه مقرفه، مش صعبه يعني، عشان هم زهقانين من السواقه. ايوه الناس المحبطه اللي هي صحابنا بقى، من اهل بيتنا. انتوا عارفين بقى اصل الطبقة الاهل دي. بيبقوا خايفين عليكي، فالاهل كده كده هيقول لك ما تسوقيش. انا كانوا بيعملوا معايا كده، لا ما تسوقيش احنا خايفين عليكي، احنا مش عارفه ايه انت ايه وكده. لكن ماشي الاهل ده ممكن نتقبل الحته دي، لكن الصحاب هم مالهم بجد، هم مالهم. لا بره الصحاب ده في ناس بره الموقف، يعني لو انت هتسوقي انت احسن مني، فهو النصيحه يعني ما تقولوش لاي حد ان انت هتتعلم تريننج غير لما تخلص. بالظبط. لما تخلص وتبقى تمام تعالى قول له بقى تعالى شوفني، لكن ما تتكلمش في البدايه، عشان مش ضامنينك اصلا، يعني انت ممكن تبوظ الدنيا فهتبوظ الدنيا اكتر. اتعلم صح وبعد كده روح لهم بص بقى انا مين بعد فتره مين بقى. احنا ماشيين في شارع مصطفى كامل اهو يا جماعه. يعني مروش عليها وهتطلعنا محموديه وهتطلعنا طالعه في وشي، بطه طالعه في بطه. اهم حاجه تطلع البطه، معلش انتوا عارفين اكسسوارز عربيات بقى وبنات وكده، عربيه جديده بقى، بس دي البطه اللي شبهها دي كانت شبهها بالظبط. اول مشوار بقى ناوي تروحيه بعد رحله القياده معايا باذن الله هيبقى فين؟ عايزه اروح النادي، عشان ده المشوار لوحدي، عشان ده المشوار اللي بعد كده بقى هاخد ابني واروح بيه وكده، فده بقى ايه المشوار اللي انا عايزه اروحه بقى ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يعني. بتمنى لك مستقبل تحفه حبيبتي يا رب، ربنا يخليكي. انا وجميل شبهك كده تمام، عشان انا بحبها بجد، ده بجد يعني والله العظيم ربنا يخليكي. متمنيه لها اصلا، وعارفه ان هي هتكون فين بعد ما نخلص السيشن اللي هو من 1 ل2، مش اكتر من كده ان شاء الله. قولوا لنا بقى رساله حلوه في النهايه خالص يا حبايبنا اللي لسه هيبداوا. يا جماعه بجد ما تسمعوش كلام حد، جو اهيد، ما تخافوش بجد، الموضوع مش صعب خالص والله، هو محتاج بس شويه جرأه وشويه كده حماس كده، انك يبقى عندك ان انت عايزه تتعلمي او بتحبي فعلا السواقه، مش ان مثلا حد بيقول لي ولا حد بيعمل لي، لا هو محتاج مننا شويه حماس وشويه قلب جامد كده وبس. والله يعني ايه بعد كده ان شاء الله هتبقوا يعني شاطرين جدا وجامدين جدا وكل حاجه تمام. بس يعني انتوا بس، وطبعا مع هبه اهم حاجه اللي عايز تتعلم سواقه دي مع هبه بجد والله. هبه جيبر درايفنج جيرل، احنا درايفنج احنا درايفنج جيرل والله العظيم بجد جميله. باي باي.